السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده احنا هنعمل مع بعضينا كده أكلة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا وبتدفي في الشتاء وحلوة. يعني احنا هنطبخ على الكانون وزي ما انتم شايفين كده احنا بنعمل الرجاج الطري الفلاح اللي انتوا عارفينه. بس طبعا انا مجبتش معاكم بداية العجين ولا حاجة. انا طبعا جبت معاكم كده وانا بفرد، ومش كل الرجاج يعني انا الفرد دول يعني في الشويه دول، بس دول كانوا 6 كده فوق بعضيهم. هم دول اللي جبتهم معاكم في الفرد. فردت الرجاج بالطريقه دي، بحط الرجاج كده فوق بعضيه واحط من بعدها عازل دقيق. طبعا انتوا عارفين العجين عجنت معاكم قبل كده. عجينه الرجاج مش بتحط لها خميره ولا لبن ولا اي حاجه خالص، زي الناس يعني زي في ناس كتيره بتقول بحط لها لبن خميره مش عارفه. انا بعجن الرجاج يا جماعه بميه عاديه من الحنفيه وحبه ملح كده في الميه وخلاص. بعمل الكميه اللي انا عايزاها بقى. انا عايزه اعمل 12 رجاج 10 رجاجات حسب اللي انا عايزاه. انا كنت عامله الراجل النهارده ده عشان الاكله اللي انا هعملها على الكانون. طبعا ذبحت بطايه، وبطايه بلدي من البيت، ونضفتها تنظيفه حلوه يعني. وبعدين عصرت عليها ليمون وحط لها ملح كده وسبتها تنجع. قلت خليها تنجع مع نفسها كده لحد ما ما اعمل الرجاجات دول. انا ما كترتش الرجاج عشان انا كنت عايزاه في الطبخه بتاع النهارده. هتعرفوا انا هعمل بقى. بس اهم حاجه قبل كل حاجه ما تنسوش ام محمد الاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصل على طول. احنا قناتنا كان ريفيه، محتوى ريفي. اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه. نتكلم بقى عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين، وشغله مع الكانون والفرن الطين، والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. فطبعا عايزه اشكر الناس اللي كانت جديد والناس اللي معايا من زمان. بقول لكم انتوا كلكم على راسي من فوق، شرفتوني ونورتوني. بشكر اي حد بيعمل لي اعجاب، اي حد يكتب لي كومنت حلو يشجعني بيه، بقول لكم شكرا الف شكر ليكم. فطبعا ربنا يجعل ايام كلها خير وهنا وسعاده كده وفرح. فبصوا بقى يا جماعه، طبعا زي ما قلت لكم كده ذبحت البطايه وسبتها تنجح كده عشان تبقى حلوه. انا كنت ضحكاها بدقيق الشامي، اللي انتوا عارفين دقيق الشام ابو حلبه ده، عشان بيمنع اي زفاره خالص بعد ما تتريش وتتشيط كده على النار. قبل ما تتشيط يعني بدعكها كده بدقيق شامي وبعدين اشيطها على النار. بتبقى لها حلوه، ريحه حلوه، وبتبقى بقى مش ملهاش اي زفاره خالص. وبعدين بنجعها في الليمون والملح واسيبها تنجع بقى شويه مع نفسها لما اشوف المصلحه اللي انا هعملها. فطبعا زي ما انتوا عارفين انا فردت الرجاج، وبعدين بقى هنا بكنس المكان ده عشان انا هولع الكانون، احط عليه الصاجه واولع الكانون عشان ابدا ان انا اعمل رجاج. وبعدين بقى هنولع الكانون التاني ونطبخ عليه. فبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا نظفت المكان وقلت بقى عشان اقعد اطيب الرجاج على الصاجه يبقى المكان نظيف. طبعا الرجاجات مش كتار، ده قليلين، انا عاملاهم بس عشان الطبخه بتاعت النهارده. يعني مش عامله كميه كبيره. هم ما خدوش معايا حاجه خالص، عجنتهم وانا قاعده كده وبططتهم هنا عند الفراخ. يعني انا حاطه فرخين صغير، يعني كم كتكوت ابيض من كتاكيت البيضه يا جماعه، اللي هي بتتسمن وتدبح دي. الكتاكيت البيضه طبعا انا جايباها عشان ناكل كل سنه وانتم طيبين. وفي كمان فرخين وز في المكان، فانا حطاهم هنا في المكان ده. فقعدت كده جنبيهم وعجنت وانا قاعده كده في الشمس جنبيهم. وفردت الرجاجات يعني كده ولا بططتهم. وبعدين جيت بقى هسويها برضو في نفس المكان زي ما انتوا شايفين كده. ولحت الكانون على الصاجه زي ما انتوا شايفين كده، ولع الصاجه. وبعدين بقى ابدا ان انا اسويهم، مش ياخدوا معايا اسويهم فوق بعضيهم، مش ياخدوا معايا اي وقت ولا اي حاجه. وبعدين بقى نولع الكانون عشان نطبخ. فطبعا هقول لكم انا هعمل قبل الرجاج دي في الطبخه اللي احنا هنعملها، هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. يعني بس خليكم معايا بس في اخر الفيديو ان شاء الله تستمتعوا، هتاخدوا معلومه حلوه وتستمتعوا ان شاء الله بالفيديو يعني، والطبيعه والحياه الريفيه البسيطه دي تستمتعوا معانا باذن الله يعني. طبعا احنا فيديوهاتنا كلها بسيطه وبتكلم بقى عن الريف وحياه الريف والحياه القديمه يا جماعه بتاع زمان، يعني الحياه اللي كانوا بيعيشوها زمان. فدي تلاقوها موجوده عندنا في محتوانا. يعني اللي بيعجب محتوانا طبعا يكتب لنا في التعليقات. بالله عليكم ما تنسوش اللايكات، لاني انا بتعب جدا جدا في المحتوى ده. وطبعا بنحافظ على محتوانا علشان ما ينقرضش ويفضل موجود كده. يعني يفضل موجود يشوفوه اولادنا ولاد ولادنا ان الحياة القديمة وازاي الناس كانت عايشة.
طبعا ما فيش زي الطبيعة واكل الكانون، اي حاجة على الكانون فهي بتبقى حلوة. شايفين بقى الرجاج بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه ازاي. الرجاج حلو جدا جدا يا جماعة. طبعا انا بطيبه فوق بعضيه عشان يحتفظ ان هو يفضل طري. يعني الرجاج بيفضل يومين والله وثلاثة طري طري، مش عارفة اوصف لك، بيبقى طري وطيب بالطريقة دي على الصاجة بيكون حلو جدا يعني بيكون افضل من لما تسويه في الفرن. تسويه في الفرن، لما انت تسويه في الفرن تبقى كده انت هتعمل رجاج ناشف وتخزنيه. فانا عشان عايزه اعمل رجاج طازه وطري بعملها كده على الصاجه بتخليه يفضل طري وحلو لان بيطيب فوق بعضيه زي ما انتم شايفين كده، بسويه على بعضيه فبيفضل طري وبيكون يعني ايه طيب بطريقه حلوه. اما في الفرن بنضطر نطيب رجاجه رجاجه واحده واحده يعني فبتنشف. لو عايزين نخزن رجاج بنطيبها في الفرن، اما على الصاجه بتكون احسن. فولحت الصاجه زي فتحت الصاجه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بدات ان انا باجي ايه اسوي الرجاج بالطريقه دي. بعمل طبقات على بعضيهم واحطهم بقى ايه، وبعدين هقوم بقى ان شاء الله اولع الكانون عشان هتشوفوا احنا هنعمل ايه بالرجاج ده. لان انا لما لقيت ان احنا هنطبخ كده بطايه حلوه بلدي، فقلت بقى ايه البطايه ما تحلاش يعني. شوربه البطايه كده بتكون حلوه جدا جدا لما احنا نعمل فته بالرجاج بالزبده البلدي تحت الرز، بتبقى حلوه يا جماعه جدا جدا. هتشوفوا احنا هنعملها ازاي. احنا هنعمل بعد ما نسوي الرجاج يعني والبطاطا تستوي، وهنعمل رز، وهنعمل فتة بالزبدة البلدي تحت الرز كده بسم الله ما شاء الله بتكون حلوة جدا جدا. طبعا اللي عايز يعرف بنعمل الفتة ازاي استنوا معايا عشان انا هعرفكم دلوقتي احنا بنعمل الفتة ازاي. في ناس كانت بتحط الرجاج ده كده يعني بيرصوه كده ويدهنوه بالزبدة والثوم، يعني بيعملوا لها قدحة كده بالثوم ويحطوها عليه وهو مفرود، يعني هو مفرود تحت الرز. بس انا بفرك يعني. ناس كتيره برضو بتفرك يعني، كل واحد له طريقه. في ناس بتحط كده مفروش تحت الرز كده في الطبق، طبقات فوق بعض كده مدهون بالسمنه والتومه وكده، يعني التومه المحمره والزبده البلدي. وفي ناس تفركها كده تبقى فته مفروكه مكسره يعني. والرجاج الناشف برضو اللي هو بيتعمل ناشف عشان بيتعمل فتة، في ناس برضو بتفركه تحت الرز، وفي ناس بتعمل ايه طبقات كده محشي باللحمة. بس بيبقى الرجاج المحمص بيكون حلو جدا برضو في الفتة يا جماعة. الرجاج المحمص في الفرن لما تفركيه وتحط عليه الشوربة والزبدة البلدي بيكون روعة يعني. والرجاج ده والله الطري جميل جدا جدا برضو. طبعا انا عملت وفركتها كده فتيتها يعني فتيتها قصر كده في الطبق، ورحت مسيحه زبده بلدي. هتشوفوني وقت لما اعملها على الكانون والطبخ كله هيبقى على الكانون ان شاء الله. بعد ما نخلص الرجاج هنبدا بقى ان احنا نطبخ على الكانون ونشوف الطبخ وتشوفوا كل حاجه. فبيبقى حلو. الرجاج بيحب الزبده البلدي جدا ويحب الثوم. الرجاج يا جماعه بيحب الثوم والزبده البلدي، بتلاقوه جميل جدا وليه ريحه حلوه وليه طعم حلو وبيفتح الشهيه على فكره يعني. اللي ياكل فتة الرجاج تحت الرز ما يحسش بنفسه الا لما يلاقي نفسه اشوفه مش عارف يتنفس، مش عارف يتنفس من كتر الشبع يعني. هو بياكل كده ما بيضراش بنفسه من كتر الطعامه وحلاوه الرجاج. هو معمول بالفته تحت الرز بيكون حلو جدا. شايفين الرجاج بعد ما استوى اهو بسم الله ما شاء الله شفاف كده وطري وجميل كده، طري بطريقه يعني حلوه. طري يا جماعه وطايب تلقوه منمل كده وحلو. بس الكاميرا ظلماه والتصوير يعني مش واضح، كاميرا التليفون مش واضحه. هنا كنت بقى نضفت البطايه، كانت متنضفه طبعا زي ما انتوا عارفين ومتقطعه وكنت ناجعاها. جيت بقى رحت غسلتها تاني ورحت حطها بقى ايه. كنت سايبه بقى الميه تغلى على الكانون، ولحت على الميه تغلى على الكانون، رحت نازله بقى فيها بالبطايه وقطع بصل ورق لورا وفلفل اسود وليمون وقطع طماطم يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها دي اللي بتخلي الشوربه حلوه وتخلي ما فيش اي زفره في اي حاجه، بتبقى جميله يعني. فولحت عليها زي ما انتوا شايفين كده على الكانون وسبتها بقى تستوي. وبعدين بقى هتشوفوا الوقت لما نعمل ايه مع بعضنا الفته. بس واحنا بنعمل الفته مين اللي بيصور؟ عبد الرحمن بقى كان بيصور شويه ويحط التليفون كده على هدومه شويه وبعدين الكاميرا هتلاقوها دلوقتي ايه، هتلاقوها مغبشه كده. ما شفتش التصوير بعد بقى طبعا التصوير ما خلص. هو ما شاء الله يعني مش بيتحرك ايده كتير، ايده ثابته وتمام. بس المشكله في غباش الكاميرا هو مش واخد باله.
مش واخد باله مش فاهم، يعني هو مش فاهم ان هو لسه صغير برضه، مش فاهم ان هو يمسح الكاميرا وكده يعني. فطبعا الكاميرا كانت مغبشه منه وكان عايز يتمسح، بس هو ما فهمش ان هو يمسحها. هو بس شايف ان انا قدامه وبيصور الكانون وخلاص. بس ما شاء الله يعني التصوير ثابت وكان حلو، وماسكها يقول لي يا ابني كده ومثبتها، وخايف تتهز منه، وكان خايف يتكلم، يعني مش عايز يتكلم عشان ايه صوته ما يطلعش. شايفين بقى التصوير بتاع عبد الرحمن اهو. هنا كان الرز استوى اهو. انا كنت عملت الرز بس ما جبتش يعني معاك كل حاجه ولا التحمير ولا اي حاجه، فعشان يعني ايه، عشان هو كان بيلعب بره، طبعا انا عايزاه يصورني وخايفه ان انا احط الستاند، الطيور اللي في الدايره في المكان دي توجع الستاند بالتليفون فيتكسر صراحه يعني. فهو كان بيلعب بره، ولما جي قلت له بقى تعالى ايه ده انا عملت الرز، تعالى ايه صور عشان هعمل الفته. طبعا انا كنت صايمه اليوم ده يا جماعه، واعمل الفته بقى عشان ايه، علشان المغرب خلاص دي شايفين المكان يعني برضو الاضاءه كانت ضعفت بالنسبه للنهار، وفي نفس الوقت تاني عبد الرحمن مش مسح الكاميرا، فزي بعض سامحونا على على ضعف الاضاءه دي يعني والتغبيشه اللي في التليفون دي. طبعا عايزه الناس اللي جت لحد هنا، عايزه اشكركم جدا جدا والله يا جماعه، اي حد قاعد معايا لحد هنا فشكرا الف شكر ليكم. فبصوا دي بقى يا جماعه، دي الفيديو بتاعنا بسم الله ما شاء الله اهو شايفين. دي الفته اللي احنا اللي بقول لكم عليها اهي، بسم الله ما شاء الله. بنعصر عليها ليمون، يعني بعد ما بننزل عليها بالزبده والتومه بنعصر عليها ليمون، بتكون حلوه جدا جدا جدا. بفرك الرقاق كده، الرقاق طري زي ما هو كده، انا بفته كده تحت الرز اهو بالطريقه دي. وبعدين شايفين الصحن ده، طبعا الكاميرا مش مخليكم شايفين حاجه، شايفين الصحن اللي جنب الكانون ده، طبعا في قطعه زبده كبيره حلوه كده، وفي تومه كده انا مخرطاها رفنع خالص، مقطعها قطع صغننه رفنع كده، فبحطها بقى على الكانون واقلبها كده لما التومه تبدا تاخد لون ذهبي خالص، مش باين يعني، مش بغمجها ولا بخلي اللون بتاعها اصفر، لا يا دوبك هتقلب ذهبي كده وريحتها تطلع وتفحفح كده. اجي نازله بقى عليها ايه، اجي نازله بيها على الفته، وبعدين بعصر عليها ليمون، بعصر ليمون يعني على الفته، وبعدين بحط لها شويه شوربه وخلاص، وبحط الرز عليها بسم الله ما شاء الله. بتكون اكله حلوه جدا جدا يا جماعه. شايفين كنت بقول لكم اهي قطعه الزبده مع التومه حاططها كده على النار على الكانون اهو، وبعدين اول ما تبدا تاخد لون بقى تبدا تبقى لون يا دوبك الاسم خفيف خالص مصفر كده عشان ما يعملش مراره في الاكل. فانا مش برضه ايه ادوس على التومه، يعني بخليها يا دوب كده، وبتبقى ليها ريحه حلوه بقى، الريحه تطلع كده ما اقولكوش، ريحه التومه مع السمنه البلدي بسم الله ما شاء الله، يعني ما اقولكوش عليها بتكون حلوه جدا جدا. هنا عبد الرحمن كان واقف جنب الكانون اهو عشان يجيب لكم الاضاءه من قريب، بس برضه هي ضعيفه الاضاءه، الكاميرا كانت عايزه تمسح، شايفين مش واضحه قوي يعني. دي الزبده هنا كنت بسيحها اهي في التومه، وبتاخد بقى لون كده وريحتها تطلع ما شاء الله، وانزل بقى على العيش واجي اعصر عليهم شويه ليمون واحط شويه شوربه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بتكون اكله جميله جدا جدا، يعني اي حد يجرب الاكله دي هتعجبه جدا. دي الاكلات البسيطه اللي كانوا بيعملوها جداتنا زمان، اللي احنا متعودين عليها، ما فيهاش اي حاجه خالص، اكلات سهله وبسيطه خالص. فشوفوا نزلت بالسمنه البلدي، الزبده البلدي اهي على الفته، زبده طبعا بالثوم، نزلت بقى على الفته، وبعدين اعصر شويه ليمون، وبعدين احط الشوربه وخلاص، اكتر من كده مفيش اهو. اعصر بقى، وبعدين بقى اعمل طبقين سلطه كده، شويه سلطه حلوين كده بالشطه كده والكزبره بتاع البقدونس وطماطم وعصرت ليمون ما شاء الله، كان شويه سلطه حلوين. وهنا كنت معايا شوربه اهو، شايفين شوربه البط بسم الله ما شاء الله اهي، بسم الله ما شاء الله. البط البلدي يا جماعه شوربه صفرا وحلوه اهو كده. كده احنا عملنا ايه الفته اهي خلاص، بقى نفرش عليها الرز، نفرش الرز على الفته، تبقى ايه مفيش بعد كده تاني اكله ما اقولكش عليها، جميله جدا جدا اهو. بصوا يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون محتوانا بيعجبكم، ونكون دايما ضيوف خفيفه عليكم ونكون دايما كده عند حسن ظنكم، وبنقدم لكم معلومه حلوه تستفيدوا منها، ونعمل لكم جو حلو كده بالطبيعه دي يا جماعه، ونستمتعوا معانا كده بجونا البسيط والحياه البسيطه دي والطبيعه اللي عندنا في محتوانا. فبصوا فرشت الرز كده هنا على الفته اهو بسم الله ما شاء الله بالطريقه دي يا جماعه اهي. وكنت عامله بقى السلطه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.